توفي اليوم الدكتور زغلول النجار عن عمر يناهز 81 عاما، وذلك حسب ما ذكرت بعض المواقع التابعة له. الدكتور زغلول النجار هو من مواليد 17 نوفمبر 1933. تخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة في 1955 حاصلا على مرتبة الشرف، ويعتبر أحد المؤسسين للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة. وبسبب نشاطه السياسي والتابع لجماعة الإخوان المسلمين، رفض تعيين الدكتور زغلول النجار عميدا في الجامعة رغم تفوقه فيها مع مرتبة الشرف. وكان عواقب نشاطه السياسي أيضا تسعى ورائه، حتى عندما كان يعمل في شركة صحاري للبترول، وذلك عندما حاول استخراج تصريح للعمل في أحد الأماكن، وبسبب انتمائه السياسي رفض التصريح، وعلى أثر ذلك تم فصله من العمل. حصل الدكتور زغلول النجار على دكتوراه في علوم الأرض من جامعة ويلز في إنجلترا عام 1963، ثم منحته الجامعة درجة الزمالة بعد ذلك، وحصل بعد ذلك على درجة الأستاذية أي درجة البروفيسور عام 1972. واشتهر الدكتور زغلول النجار بسبب برنامج الإعجاز العلمي والاجتماعي في القرآن والسنة على قناة اقرأ، كما أن له العشرات من الحلقات الأخرى التي ظهر فيها ضيفا في الكثير من البرامج على مختلف القنوات. خالص التعازي للأمة الإسلامية في وفاة الدكتور زغلول النجار.